حضرتك إزاي مستمر في النجاح برغم وجود السوشيال ميديا في حياتك؟ طيب أنا وضّحت وشرحت قبل كده إن أنا السوشيال ميديا ما بتاخدش أكتر من ساعة في حياتي في اليوم كلّه، دي الحاجة الأولى. الحاجة التانية إن أنا عدد ساعات الشغل بتاعتي مش كبيرة، فده بيسمح لي إن أنا أعمل حاجات كتير أوي جنبها. أنا عدد ساعات الشغل بتاعتي في اليوم 7 ساعات منهم ساعة بريك، أنا ما باخدش البريك بتاعي لمّا باعوز أمشي بدري، فأنا شغلي بس 6 ساعات في اليوم. دي الحاجة التانية. الحاجة التالتة إن أنا already عملت كل اللي عليّا، أنا قعدت 4 سنين بعيد عن السوشيال ميديا باذاكر بس. باتعب باحاول أشتغل وباحاول أتعلّم وباحاول آخُد كورسات وباحاول أعمل حاجات، فقعدت 4 سنين باعمل ده. فأتمنى إن أنت تبقى فاهم إن أنا النهارده على السوشيال ميديا عشان أنا تعبت قبل كده وحطّيت كل التعب اللي أنا كنت محتاج أحُطّه، ووصلت للمكان اللي أنا عايز أبقى مرتاح فيه ولسه باتطوّر منّه. عدد ساعات شغلي قليل، فده بيسمح لي إن أنا أعمل سوشيال ميديا، وأنا مش باعمل سوشيال ميديا بشكل احترافي، يعني أنا مش واخدها لإنها شغلانة، أنا بس باقعد ساعة أجاوب على أسئلة. حتى هتلاقي الcontent بتاعي بسيط جدًا، حتى على اليوتيوب الcontent بسيط. هاحاول أنزّل فيديوهات أكتر، ولكن أنا وقتي كلّه بيضيع في شغل وحياة ومذاكرة وgym وكده. فأتمنى أبقى جاوبتك. أنا مش باضيّع وقت على السوشيال ميديا، أنا باحاول أستغل الوقت بتاع السوشيال ميديا في إن أنا أدّي لك حاجة تنفعك. بس أتمنى أبقى باعمل ده، أتمنى أبقى ما باضرّش الناس، وأتمنى أبقى خفيف عليكم إن شاء الله.